ومن شر السمع أن يكون يحب سماع الحرام، هذا من شر السمع. الآن مع الأجهزة لما يدير الإنسان الموجات أو البرامج، فإذا وقع سمعه على حرام يحب ذلك، هذا من شر السمع ويبقى يستمع إليه. وإذا وقع على خير وهداية وصلاح وذكر وقرآن يغلقه، ما يريد ذلك، هذا من شر السمع. فإذا العبد محتاج أن يتعوذ بالله من شر سمعه. والأمر الثاني شر البصر. البصر شره من جهة النظر إلى الحرام والإثم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وعدم هذا الغض للبصر عن ما يحرم النظر إليه هذا من شر البصر. وليعلم أن هذين عن السمع والبصر هما المنفذ الذي يدخل إلى القلب، الخير أو الشر. فإذا كان السمع فيه شر والبصر فيه شر، ما الذي سيدخل إلى قلب إنسان؟ هذه صفة سمع فيه شر وبصر فيه شر. يا أخوان، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحميد بن شكل ذاك الوقت الذي ما في هذه الأجهزة ولا في هذه المصائب ولا فيها هذه الفتن العظيمة التي بلي بها الناس، كان يقول له في ذاك الزمان قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري. هل تظنون أن الشر المتعلق بالسمع والبصر في زمن شكل مثل الذي في زماننا الآن؟ يعني المجتمع عموما في صفاء والشرور قليلة، ويقول له قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري. والظن به رضي الله عنه أنه واظب على هذه الدعوة التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف الآن وخاصة الشر الذي يصل إلى السمع والذي يصل إلى البصر من الجوال المحمول؟ كم وكم من الشرور الهائلة المتراكمة الكبيرة التي تصل إلى أسماع الناس وأبصارهم من هذه الجوالات المحمولة. فإذا حامل الجوال بحاجة شديدة إلى أن يتعوذ هذا التعوذ من شر سمعه وشر بصره.